كذلك أيها الأحبة من الأسباب والسبب التاسع كثرة ذكر الله عز وجل. فيا بشرى من كان لسانه رطبا بذكر الله، يا بشراه بانشراح صدره وطمأنينة قلبه وثباته على هذا الدين. فإن الله عز وجل قال في محكم كتابه: فاذكروني أذكركم. لو لم يأتي في فضل الذكر إلا هذه الآية لكفى. يذكرك الله عز وجل في الملأ الأعلى بذكرك له سبحانه وتعالى. ومن ذكره الله فإن الله سيكون عونا له في جلب الخير ودفع الشر وفي الثبات على هذا الدين العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله عز وجل. بعض الناس مثلا تلقاه في الشارع وهو في سيارته عند الإشارة تجده صامتا لا يتكلم، هذا خطأ. حرك لسانك بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، بالتحميد، بالتكبير. أشغل وقتك بذكر الله سبحانه وتعالى، وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يذكر الله على كل أحيانه، راكبا، ماشيا، جالسا، مضطجعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قل سبحان الله وبحمده 100 مرة، ما تأخذ منك أكثر من 5 دقائق. حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضلها. كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. تجد يوم القيامة ميزانك ثقيل بالحسنات بسبب هذه الكلمات العظيمة. وهو من أيسر الأعمال، لا يتطلب جهد، فقط هو تحريك هذا اللسان. وتجد المرضى وهم على أسرة المستشفيات لا يستطيع أن يتحرك، لكن بعضهم تجده وفق للذكر، تجد لسانه دائما يذكر الله عز وجل. فالذكر لا يتطلب جهدا كما هو الحال مثلا في الصلاة أو في الحج أو في الصدقة، ومع ذلك فيه الخير العظيم.